السلام عليكم ورحمة الله. واش يمكن لي نجدد رخصة السياقة القديمة إلا كانت عندي داك البيرمي الأحمر؟ واش إلا مشات لي رخصة السياقة وما بقيتش عاقل على الرقم ديالها، واش ممكن ندير لها تجديد؟ إلا كانوا عندي شي غرامات، واش ممكن نجدد رخصة السياقة ولا خاصني تنسوي الوضعية؟ مجموعة ديال التساؤلات غنجاوبوا عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد. من بعد ما درنا واحد الفيديو ديال تجديد رخصة السياقة، جاتني مجموعة ديال التساؤلات، بزاف ديال التساؤلات اللي جاو في التعليقات ولا في الرقم ديال الواتساب. جاوبت على جل الأسئلة، ولكن بحكم أن الأسئلة بداو كيتعاودوا بكثرة فقررت أنني غادي ندير واحد الفيديو باش نجاوب فيه على جميع ديال دوك الأسئلة اللي كيتطرحوا بخصوص رخصة السياقة. سجلت مجموعة ديال التساؤلات اللي طرحوهم المتابعين ومشيت عند رئيس القسم نتاع تسجيل السيارات، سولته بعض الأسئلة وجاوبني على جميع التساؤلات وسجلت هاد الأسئلة كاملين، ودابا غادي نجاوبوا عليهم إن شاء الله. واش يمكن لي نجدد رخصة السياقة القديمة داك البيرمي الأحمر؟ نعم ممكن، غير هو كيخصني نمشي للمركز اللي دوزت فيه رخصة السياقة والمدينة بالضبط فين دوزت رخصة السياقة تما، لأن البيرمي الأحمر ما كيكونش داخل في السيستم، كيخصني نمشي للمكان فين دوزت البيرمي تما باش كيجبدوا لي الارشيف وكندفع لهم الورق وكنجدد رخصة السياقة. دابا المشكل الا ما بقيتش عاقل على رقم الرخصة، هذا مشكل ملي كيكون البيرمي الاحمر. فالحل هو انني نمشي للمركز اللي دوزت فيه رخصة السياقة ونعطيهم التاريخ فوقاش دوزت رخصة السياقة. ضروري خاصني نعطيهم التاريخ باش يمكن لهم يجبدوا الدوسي. الا ما كانش التاريخ فما يمكنش غادي يجبدوا الدوسي ديالك. واش يمكن لي نجدد البيرمي المؤقت الابيض ولا ديال سنتين؟ داك البيرمي الابيض دابا كاين بعض الناس اللي دوزوا البيرمي كيعطيهم ديك رخصه السياقه المؤقته نتاع 60 يوم، من تما ما كيرجعش ما كيسوش في البيرمي ديالو، اولا كيعطيهم هذيك نتاع عامين اللي كانوا كيعطيو في الاول وما كيرجعش ياخذ ديال 10 سنين. واش ممكن انهم يجددوا رخصه السياقه؟ نعم ممكن انهم يديروا نفس الاجراءات لتجديد رخصه السياقه. البيرمي تشد لي عند الدرك او الشرطه وسمحت فيه، هنا ضروري كيخصني نشوف البيرمي فين راه ونتبع المسطره باش نعرف الحكم ونخلص الغرامات اللي كاينين، عاد يمكن لي نجدد رخصه السياقه. تقريبا نفس السؤال، عندي غرامات اولا مخالفات وبغيت نجدد البيرمي، ضروري خاصني نخلص الغرامات اللي كاينه عاد نجدد البيرمي. كنت درت ديكلاراسيون وما درتش تجديد ديال الرخصه. كاين بعض الناس اللي كيديروا ديكلاراسيون على اساس انهم يجددوا رخصه السياقه وكيسمحوا فيها. هنا خصني ندير ديكلاراسيون اولا تصريح بالضياع واحد جديد وندفعوا مع الوثائق نتاع تجديد رخصه السياقه. رخصه السياقه لقيت فيها شي غلط، هنا كيخصني ضروري فاش نشد رخصه السياقه نتاكد من المعلومات. الا كان شي خطا كنردوا لهم باش يصلحوا لي الغلط، اما الا تعطلت واحد المده وعاد رجعت عندهم فكيخصني نجدد اولا ندير ملف جديد نتاع تجديد رخصة السياقة. واش ممكن نغير رخصة السياقة الأجنبية بالرخصة المغربية؟ نعم ممكن أنني ندير تبديل رخصة السياقة الأجنبية برخصة السياقة المغربية، ولكن فقط للدول اللي عندنا معهم معاهدات التبادل، وهذه الدول هي كوريا الجنوبية واليابان، بولونيا، رومانيا، هنغاريا، البحرين، البنين، مصر، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، الأردن، عمان، البرتغال، سويسرا، سوريا ودول المغرب العربي. هادو هما اللي كتبدل رخصة السياقة ديالهم برخصة السياقة المغربية، أما الدول الأخرى فما يمكنش نبدلها برخصة السياقة المغربية. رخصة السياقة ديالي ما فيهاش نهاية الصلاحية، هنا كيخصني فاش نكمل 10 سنوات كيخصني ندير لها التجديد. رخصة السياقة ديالي فيها 12 سنة أو 14 سنة، في هذه الحالة فاش توصل 10 سنين كيخصني ندير شهادة الفحص الطبي أولا ديال العينين كما كيقولوا لها ونخليها مع رخصة السياقة، لأن إلا ما كنتش دايرها ووقفوني الدرك كنسوق فهنا غادي نخلص مخالفة ديال 400 درهم. لهذا فاش توصل رخصة السياقة 10 سنوات وأنا رخصة السياقة فيها 14 سنة أو 12 سنة، هنا كيخصني ندير شهادة الفحص الطبي ونخليها مع البيرمي. هادو هما تقريبا الأسئلة اللي كانت كتطرح لي في التعاليق، هادو هما الأجوبة نتاعهم. وكنتمنى إذا كان شي سؤال آخر اللي ما طرحناهش في هذا الفيديو تخليوه لي في التعاليق وإن شاء الله نجاوبكم عليه. هذا كل ما كيتعلق بهذا الفيديو. شكرا
على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله. إلى اللقاء.